الحقيقة كنا في غنى عن هذه الهدايا، لأن الهدية الأجمل هي ما رأيت من حفاوة استقبالكم وفرحكم بوجودي بين أظهركم، وهو فرح متبادل. أخبركم أني الفرح سبق إلي لما أزمعت أن آتيكم، ثم أنا شاكر لكم هداياكم هذه التي يعني أحسب أنها تحمل مشاعر حب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. لكن طبعا لكن هي دائما هذه مهم في الكلام، لكن أيوة أحب أن أخبركم حتى يعني العلماء والطلبة اللي كاين عارفين والذين لا يعرفون ينبغي أن يعرفوا. هذا الرسم باليد لذوات الأرواح هذا لا يصلح. الرسم باليد لذوات الأرواح، أنك تصور هذا ماشي مشكل، تصور بالتليفون هذا ماشي مشكل، وما في رأيي أنا أنه لا يدخل في التصوير المنهي عنه، لأنه هذا سمي تصويرا، لكن هذا هو تصوير منهي عنه. فأنا فرح بهديتكم لكن يعني كان لابد من هذا الإيضاح، وإن علمت أنه يعني قد لا يسر من أهدى، لأنه هو أراد أن أنا أخبره أنه سرك يعني الهدية سر، أنه أهدى هذا سر، لكن عاد ماذا أهدى لأنه لابد ما نقدرش أنا دابا هذا واش كيتصور وكيتسجل وغادي فخص ديروا التعليق مع تلصقوا التعليق كتنقول مع التصوير تعطى باش يعني سوء اللي عطاه الله هبه ديال الرسم له في غير ذات الارواح غنياه عن ذوات الارواح. لان انتم عرفتوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. علاش؟ لان التصوير هذا فيه يضاهون خلق الله، فيه المضاهاه لخلق الله، يقال له يوم القيامه احيوا ما خلقتم. ملي كتصور شي حاجه ما فيهاش روح هذا ما فيها مضاهاه. ملي كتصور بهذا الشيء راه كتصور خلق الله، ما كتضاهيش، ولكن كترسم بيدك هذا هو المشكل. والله اعلم. وعلى كل حال قلت لكم في الاول الاهداء يسر، المهم ان شاء الله انتم عرفتوا انا ثلاثه لكم هذه